قصتنا النهاردة بتبدأ مع شخص واقف في وسط الغابة ومعاه سطور وبيبدأ يتكلم مع نفسه ويحكي قصته وبيقول أنا بقالي 3 أسابيع كاملين لوحدي من ساعة ما اتفرقنا عن بعض، ومن وقتها وأنا حاسس بوحدة شديدة ومش عارف أتصرف إزاي، وبحاول على قد ما أقدر أحمي نفسي من الموت وبستخدم السكينة بتاعتي وشوية الأكل والشرب اللي باقيين معايا في الشنطة، وأكتر حاجة خايف منها إن الأكل اللي معايا قرب يخلص، وطول الوقت مرعوب يظهر لي أي حاجة في طريقي، وبتوتر جدا من الهدوء اللي حواليا وطول الوقت مش سامع غير أصوات الطيور وهدير الحيوانات. والنهارده بالذات اليوم كان مختلف جدا وبدأت أسمع صوت غريب بيقرب عليا، وفجأة الصوت اختفى والهدوء سيطر على الغابة من تاني وكأنها بلعت حتى أصوات الطيور، ومن كتر الرعب اللي أنا فيه عضلات جسمي بدأت تتحرك لوحدها، ولولا التدريب العسكري اللي أخدته من كام سنة كان زماني ميت دلوقتي، لأن هي دي الحاجة الوحيدة اللي مشجعني شوية. ولقيت نفسي بنزل على الأرض وبقعد على ركبتي وبحاول أسمع أي حاجة، والغريب إن حتى أصوات الشجر اختفى ومفيش ولا صوت حواليا وفي صمت مش طبيعي بالمرة. وفجأة سمعت صوت غريب ورايا، وأول ما دورت وشي بالسطور اللي معايا ما لقيتش أي حاجة خالص، وبدأ الصوت ده يتردد في كل مكان من حواليا ومش قادر أحدد مصدر الصوت جاي منين بالظبط. ومن كتر خوفي بدأت أصرخ بصوت عالي وأقول له وريني نفسك وظهر قدامي، لأني فكرت إن في حد بيراقبني وبيحاول يراقبني مش أكتر. والوضع ساء أكتر لما الأرض بدأت تتهز من تحتي وكأن في زلزال بيحصل، والصدمة الكبيرة لما اتأكدت إن ده مش زلزال وإنه صوت خطوات لحد ضخم شوية. وفجأة لقيت النبات بينقسم قدامي، وساعتها وقفت متجمد مكاني من كتر الصدمة، وبيظهر قدامي مثل غريب وباين إنه أنثى وشكلها كان مرعب وقريب شوية من البشر، وجلدها كان متغطي بقشور خضراء زي الشجر اللي حواليها، وكأنها مزيج بين الشجر والزواحف والنبات في نفس الوقت، وعيونها كانت صفرة وبتنور بطريقة غريبة وليها ديل طويل جدا زي الحيوانات، أما أسنانها فكانت حادة جدا زي الشفرة بالظبط، وعندها قرن فوق راسها لونه أخضر برضه وبتتحرك زي التعبان، وعندها درع ذهبي منحوت بيفنيها من أي حاجة. وساعتها ما كنتش قادر أحدد ده كائن فضائي ولا مخلوق متوحش ولا إيه بالظبط، والغريب إنها لابسة مجوهرات كتيرة جدا وثقيلة جدا، ومن كتر خوفي منها قربت بهدوء ومعايا السكينة بتاعتي مع إني عارف إن ملهاش أي لازمة مع مخلوق زي ده، وبالرغم من كل ده بتفضل بصالي وقت طويل جدا بفضول، وفجأة قالت لي نزل سلاحك يا إنسان، وبالرغم إنها بتتكلم بلغة غريبة ولكن قدرت أفهمها كويس جدا، وبتقول لي بكل ثبات انفعالي لو عايز أذيك كان زمانك ميت دلوقتي فمالوش لازمة السلاح اللي معاك ده. وساعتها بدأت أفكر مع نفسي يا ترى أتصرف إزاي، أحاول أقتلها وزي ما تيجي ولا أحاول أهرب بسرعة قبل ما تعمل فيا أي حاجة. ولما فكرت كويس فهمت إنها تقدر تلاقيني في أي مكان ههرب ليه بكل سهولة، لأن واضح إنها تعرف الغابة كويس جدا، وشفت إن مفيش قدامي أي حل تاني غير إن أنا أتكلم معاها بهدوء وأشوف هي عايزة إيه مني بالظبط. وسألتها بصوت عالي أنت مين وبتعملي إيه هنا، فبدأت تمشي وتقرب عليا بخطوات ثابتة وبكل هدوء، وبتقف بعدها وبتقولي إنها مش هتعرف تشرح لي اسمها وبتقرر تسمي نفسها شعلة أقدر أنادي عليها بكل سهولة، وبتقولي كمان إنها تبقى ملكة التعابين. وأول ما قالت كده حسيت إن أنا سمعت الجملة دي قبل كده، وبدأت أفكر مع نفسي وافتكرت فعلا إني قرأت قصص كتيرة جدا عن الفصيلة دي وإنهم السكان الأصليين للأرض وعن الكائنات الزاحفة، وقرأت كمان عن المدن بتاعتهم اللي موجودة تحت الأرض وإنهم في العادة بيسيطروا على الغابات القديمة. وأول ما نزلت السكينة بتاعتي ضحكت في وشي ضحكة مرعبة وأنيابها بانت وخصت منها أكتر، وبتقولي وهي بتضحك إن كل الأساطير اللي قرأها دي مجرد قشور بس من الحقيقة، وبتصرح لي إن شعبها عايش تحت الأرض من قرون طويلة جدا قبل ما يظهر البشر على الأرض، وبتقول إن أول ما البشر جم على الأرض شعبها اختفى تحت غابات الأمازون. وبما إني شايفها فعلا قدامي بدأت أصدق كل الأساطير اللي قرأتها واللي هي بتحكي عنها وإنها مش مجرد قصص وهمية، وبدأت أسألها طب ليه ظهرتي ليا دلوقتي وعايزة مني إيه، فبدأت تقرب مني أكتر لحد ما شمت ريحتها اللي شبه ريحة الأرض الرطبة والزرع والمطر، والريحة دي كانت ممزوجة بريحة غريبة مش قادر أحدد هي إيه بالظبط ولكن كأنها حمراء. وبتقول لي أنا كنت براقبك يا مارك سواب، واستغربت جدا هي عرفت اسمي منين أصلا، وبدأت أترعب أكتر وجسمي كمان بدأ يترعش. وبتقول لي إن شخص قوي وبالرغم إن انفصلت عن المجموعة بتاعتي وبقيت لوحدي ولكن لسه عايش لحد دلوقتي وقادر كمان أحافظ على حياتي، وعجبها جدا إن قدرت أتكيف مع الطبيعة اللي حواليا وعايش جواها بالرغم من كل الصعوبات اللي مريت بيها. وسألتها بشكل حاد جدا طب عرفتي اسمي مين، فردت عليا بكل هدوء أنا عارفة عنك كل حاجة وحاجات أنت أصلا ما تتخيلش إني أعرفها، وعارفة كمان يا سيدي إنك كنت ضابط في الجيش وبعدها بقيت عالم أحياء معروف جدا، وجيت هنا كمان علشان تدور على نبات طبي، وعارفة كويس قوي إن هدفك أكبر بكتير من مجرد رحلة علمية. وفعلا كلامها بيكون صح لإني جاي هنا في مهمة سرية محدش يعرف عنها أي حاجة، وهي إني ألاقي نبات معين يقدر يشفي من أي مرض مزمن ملوش علاج. ولما قلت لها أنت عرفتي كل ده إزاي، ردت عليا وقالت لي تعالى أنا عايزاك تيجي معايا، وشرحت لي إن المدينة بتاعتها بعيدة بمسافة يوم واحد تحت الأرض، وهناك هتشرح لي ليه اختارتني أنا بالذات. وساعتها حبيت أعرف لو رفضت هتعمل فيا إيه، وفجأة وشها قلب وبصت بطريقة مرعبة وقالت لي هسيبك تكمل في طريقك عادي ولكن مش هتخرج من الغابة دي تاني أبدا
ابدا، وللاسف هتموت فيها يا معلم، وطبعا الاكل بتاعك هيخلص في خلال يوم او يومين بالكتير وهتموت من كتر الجوع. وبتقولي كمان ان موسم المطر هيبدا خلاص ومش هلاقي اي مكان اقدر استخبى فيه، ومن غير ما تساعدني مستحيل اقدر اعيش ولو ليوم واحد في الظروف دي. وعلشان عارف انها بتقول الحقيقه فضلت واقف ساكت ومش عارف افكر فيها ولا اقول لها ايه، لان مع كل يوم جديد بكون باخد خطوه جديده في طريق موتي. وبالرغم ان اللي هي بتعمله معايا ده ممكن يكون فخ وهتقتلني، بس ما كانش قدامي اي حل تاني غير ان انا اوافق اروح معاها. وفي الاخر قلت لها اني موافق وهمشي وراكي، بس السكينه هتفضل معايا دايما. وقبل ما نتحرك وقفت وقالت لي ان ده احسن قرار اخدته في حياتي واني مش هندم ابدا، وطلبت مني امشي وراها بهدوء وما بعدش عنها مهما حصل. وبتقول لي ان الطريق لسيبالدا مش للضعفاء ابدا، وفهمت ان قصدها بالكلمه دي هي العالم السفلي اللي هي عايشه فيه. وردت عليا من غير ما تبص وراها: ايوه ده العالم السفلي، وانت واجدادك قلتوا عليه القاب كتيره جدا. وبتاكد عليا ما بعدش عنها لان في حاجات كتيره في الغابه اخطر منها بكتير. وفجاه بنمشي من طريق مش مرئي بالنسبه لي، وطبعا بالنسبه لها ده طريق هي حافظاه كويس قوي وقادره تشوف فيه كمان كل حاجه. وبدات ترمي اغصان كتير على الارض وتعدي من بينها، وكل ده وانا ماشي وراها وخايف ومبهور في نفس الوقت. وعرفت ليه كانت بتاكد عليا ما بعدش عنها، لاني ممكن اتوه واتحبس ومعرفش ارجع تاني. وبعد ما مشينا ساعات طويله جدا لحد ما وصلنا لمكان غريب جدا وجواه صخور غريبه، وساعتها راحت وقفت قدام حجر معين وقربت منه جدا وبدات تعمل عليه شويه طقوس وكانه هيفتح بوابه ليها. وفعلا الحجر نور فجاه وحصلت حاجات غريبه حوالينا لحد ما الحجر اختفى واتفتحت من وراه بوابه ضخمه لعالم تاني خالص. وعرفت ان الباب ده اللي هيوصلنا للعالم السفلي اللي موجود في اعماق الارض ومحدش يعرف عنه اي حاجه. وظهرت قدامي آلة غريبه ومتقدمه جدا في التكنولوجيا، وساعتها عرفت انهم متقدمين عننا بكتير خالص. ولما لقتني منبهر ان مفيش اي اسلاك ولا دوائر كهرباء والحاجات بتنور لوحدها، قالت لي ان عندهم تكنولوجيا لسه ما وصلتش اصلا للبشر ومستحيل العقل البشري يتخيلها. وبتقول لي ان ده مزيج بين علم الاحياء والميكانيكا. واول ما لمست الاحجار اللي قدامي فعلا حسيت كأن جواها نبض وحياه وكمان بتتنفس. وبعدها كملنا في طريق تاني وقالت لي افضل ماشي ورايا وركز كويس. واول ما عدينا من النفق الباب اتقفل ورانا تاني علشان مش اي حد يدخل هنا بسهوله العالم بتاعهم. وفجاه الحيطان من حوالينا كلها بتنور علشان نشوف طريقنا كويس، مع اني كنت متخيل اننا هنمشي في نفق ضلمه جدا ومرعب. وبعدها عدينا من دوامه كبيره وعميقه جدا وبدات ادوخ لاننا تحت الارض بكتير خالص. وفجاه سالتها هو لسه كتير على ما نوصل والمدينه بتاعتك بعيده قوي كده؟ فردت عليا وقالت انت مستحيل تقدر تحفظ الطريق، فريح دماغك بقى وخليك معايا وخلاص. وبتشرح لي ان العالم بتاعها محمي من اي تدخل خارجي جاي من الارض ومستحيل اي حاجه تاثر عليه ابدا. وفضلنا ماشيين لحد ما وصلنا قدام بوابه شكلها غريب وعليها طلاسم وشكلها بيكون عامل زي المنفورتات القديمه للحضارات البشريه، ومع الوقت بتبدا تتغير بطريقه مرعبه وعدينا منها هي كمان بكل سهوله. وبدات افكر يا ترى ايه التقنيه دي وسالتها بكل فضول، فشرحت لي وهي مكمله في الطريق عادي ان كل حاجه بيقابلها بتدل على حقبه وزمن معين في تاريخ العالم بتاعها. وبتوريني حيطه تانيه وبتشرح لي الرسم اللي عليها وبتقول لي ان دي بتدل على الزمن اللي كانوا بيتحركوا فيه بحريه على السطح عادي قبل ما البشر يوصلوا للارض. ولما سالتها ليه نزلتم تحت الارض بدات تغضب كده وترجع لورا وقالت لي ان البشر بقوا كتير جدا وبقوا بيدمروا في الارض بطريقه مرعبه ومتوقع منهم اي حاجه، وكان لازم يحصل توازن علشان الحياه تفضل مكمله. وبعد فتره طويله جدا وصلنا اخيرا ولقينا نفسنا في نفق بيتفتح الباب بتاعه وبيوصل لاوض كبيره وضخمه، وهنا بندخل في متاهه اكبر من اللي قبلها. وحسيت بحاجات غريبه جدا وكاني بحلم ومش قادر استوعب ان كل ده بيحصل وحقيقي. وفجاه لقيت كائنات بتتحرك حواليا والظل بتاعهم ظاهر في كل مكان وبيختفوا تاني في ثواني وانا كانهم كانوا موجودين اصلا. وبتشرح لي اشعه من غير ما تبص لي اصلا ان دول الحراس بتوع العالم السفلي وكلهم عندهم فضول تجاهه لان دي اول مره من قرون طويله يشوفوا بشري في العالم بتاعهم، واخر بشري نزل هنا كانوا جايبينه علشان يكون اب لسلاله جديده. واول ما سمعت الكلام ده اتصدمت وخفت جدا وسالتها بصراحه انا جاي اعمل هنا ايه بالظبط، والغريب انها اتعاملت معايا بكل هدوء كالعاده ولا كاني في اي حاجه غريبه. وبتقول لي انت شخص متفاهم وعاقل وعلشان كده انا اخترتك انت تحديدا للمهمه دي. وهنا بتقول لي الحقيقه الصادمه وان اخر بشري جه هنا مختفي في العالم بتاعهم فعلا، ومعروف اسمه في كتير من الاساطير اللي البشر بيقرأوها واسمه يبقى كينزكواتل. واول ما سمعت الاسم ده اتصدمت اكتر وفضلت واقف مكاني مش قادر اتحرك وفكرت ازاي الاسطوره ده حقيقي فعلا وكمان طلع بشري في الاخر. وكملنا بعدها في طريقنا لحد ما النفق فتح والهواء بدا يتغير كده وحسيت ان نفسي اتقطع وشفت قدامي كهف ضخم جدا وشكله غريب ومن كتر ما كان كبير ما كنتش قادر اجيب اخره بنظري. ولما مشينا شويه جواه لقيت مدينه كامله في وسط الكهف والانوار محوطه المدينه من كل ناحيه وحتى المباني شكلها غريب ومتطوره بطريقه رهيبه وطالع منها نور من غير اي كهرباء. وفجاه ظهرت قدامنا تيارات ميه بتنور برضه وبيظهر عليها احجار عامله زي المستويات وشكلهم كانها
دمج بين الحضارات القديمة والتكنولوجيا المتطورة، وحسيت ساعتها إن الماضي والمستقبل موجودين مع بعض تحت الأرض في مكان واحد. وظهر بعدها عدد كبير جدا من نفس فصيلة شالا، وفهمت إن دول شعبها، وبيبان إن شالا هي القائد بتاعهم لأنها لابسة مجوهرات محدش فيهم لابس زيها، وكلهم بيتعاملوا معاها بطريقة مقدسة. وفجأة وقفت شالا جنبي وقالت بصوت عالي وكل فخر: أهلا بيك في العالم بتاعي، أنت هنا هتشوف اللي عمرك ما كنت تتخيله في حياتك أبدا، ولو قبلت العرض بتاعي هيكون ده المكان اللي هيتولد فيه أول عضو في الجيل الجديد والمزيج بين البشر والجنس بتاعها. وأخدتني فجأة لمبنى فاضي خالص وسابوني فيه لوحدي من غير ولا كلمة، وكأنه قصر معلق فوق سقف الكهف اللي دخلوا فيه. وبيظهر قدامي هرم مقلوب متوصل بالأرض بطريقة معينة بجسور بلورية بتنور، وماشي جنبي اتنين شكلهم عامل زي الوحوش وكأنهم حراس للمكان. ولما طلعت السلم لقيت حواليا قطع أثرية باين إنها من حضارات قديمة ولكن متقدمة جدا، وحتى نافورة المية ماشي عكس حركة الجاذبية، ودي حاجة غريبة خالص. وطول الوقت خايف من الحراس وشكلهم المرعب ومش قادر أبطل تفكير فيهم. ودول فضلوا ماشيين معايا لحد ما دخلت الأوضة ضخمة جدا وكأنها كانت قاعة العرش أو الحكم، وفي جزء من الأوضة عامل زي مختبر وجواه آلات طالع منها أصوات غريبة. واتصدمت أول ما شفت كرسي الحكم معمول على حجر حي فعلا من غير مبالغة، والدم بيتحرك بين عروقه وكأنه كائن حي عادي، وشعلة قاعد عليه وبدأ جسمها يندمج مع الكرسي وكأنهم شيء واحد. وطلبت من الحراس بتوعها يمشوا وسابونا لوحدنا، وفجأة قالت لي: أنت أكيد جعان وعطشان جدا وعايز تاكل. وفجأة ظهر لي إن الحيطة الصينية عليها أكل ومية وفاكهة، وبان إن أنا خايف آكل، وهديت أول ما قالت لي: ما تخافش، ما فيش سم فيهم يا معلم، وكل براحتك. وفعلا هي كان عندها حق، لأن لو كانت عايزة تخلص عليا كانت هتعمل ده بكل سهولة وما كانتش هتحتاج تحط سم في الأكل ولا حاجة. وبدأت آخد من الفاكهة اللي شكلها غريب وأول مرة أشوفها في حياتي وآكل بصراحة من كتر الجوع، وبصراحة طعمها بيعجبني جدا، وحسيت إن دي أول مرة آكل حاجة حلوة قوي كده في حياتي. بعدها سالة بدأت تتكلم وقالت: جه الوقت اللي أشرح لك فيه أنت هنا موجود ليه. وقبل ما تكمل كلامها قلت لها بكل ثقة: ما أنا فهمت من كلامك وتقريبا كده أنت عايزاني أعمل نسل جديد يكو. صارت ترد عليا بحركة براسها وبان كأنها سعيدة لأني اتكلمت معاها بكل صراحة، وقالت لي: مظبوط كده، بس الموضوع معقد شويتين أكتر مما تتخيل بكتير ومش سهل خالص. وقامت فجأة من مكانها وخرج من جسمها قشور كتيرة جدا، وراحت قدام الإله وعملت طقس معين عليه لحد ما ظهرت صورة ثلاثية الأبعاد، وبدأت تشرح لي إن ده الحمض النووي للسلالة بتاعتها، وإنهم جنس قديم جدا من قرون كتيرة زي ما قالت قبل كده، وشكلنا كمان ما كانش كده خالص قبل البشر ما يجوا، ومع السنين بدأنا نتحول ودفعنا الثمن غالي جدا بسبب البشر. وبتشرح لي إن معدل الوفيات عندهم بيزيد بطريقة فظيعة وإنهم خلاص بينتهوا وهيختفوا تماما، ولازم تعمل أي حاجة تخلي في جيل جديد يحافظ على السلالة الأبد. فسألتها ساعتها: أنت شايفة إن الحمض النووي البشري هيفيد في الموضوع ده وهيحله؟ فردت وقالت إنه هيفيد ولكن مش من أي بشري، وإن الحمض النووي بتاعك أنت بالتحديد هو ده اللي إحنا عايزينه. وعملت صورة ثلاثية تانية ظهر فيها الملف الجيني بتاعي بالكامل، والحمض النووي بتاعي مع الحمض النووي بتاعها طلع إن في بينهم تطابق مش طبيعي. فاتصدمت جدا ساعتها وسألتها: إزاي جبت الحمض النووي بتاعي ده؟ فردت عليا بكل هدوء وقالت: أنا براقبك من ساعة ما دخلت الغابة وفي شوية دم كده نزلوا منك فأخدتهم وطلعت الحمض النووي منهم، وساعتها اتأكدت إن أنت أكتر بشري مناسب للمهمة دي وأكتر حد هيقدر يفيدني. وأكدت لي إن الحمض النووي بتاعي فيه طفرات جينية نادرة جدا ومش موجودة في معظم البشر، وده ساعدني إن أنا أقدر أتكيف مع الغابة كل المدة اللي فاتت دي. وكل اللي هي بتقوله ده كان صدمة بالنسبة لي وحاولت أستوعبه على قد ما أقدر. وسألتها: طب هنعمل إيه؟ هنجيب طفل جيني جديد يعني ولا إيه الكلام بالظبط؟ فبترد عليا وبتقول لي: أيوه، هيكون في نسل جديد خليط بين البشر وبيننا، وأنت هتكون الأب الأول للجيل ده وأنا الأم، وهيكون عنده القوة البشرية والقدرة على التكيف كمان، وعمره هيكون طويل جدا وذكي بطريقة مش عادية، وكمان هيقدر يتواصل مع الطبيعة. وحسيت ساعتها بمصيبة كبيرة وسألتها: أنت هتحبسيني في العالم بتاعك للأبد؟ فقالت لي: لا خالص، ولكن هتفضل هناك لمدة طويلة. وبيبان إن أنا متضايق جدا، ومن كتر ما أنا متضايق هي كمان اتضايقت وقالت لي: أنا مش مجرمة وأنت مش هتعمل حاجة غصب عنك، ولو مش موافق كمان يا سيدي ممكن تمشي. وبتشرح لي إن المعرفة اللي هتبقى عندي أنا والجيل الجديد مستحيل العقل البشري يوصل لها أبدا. وبدأت تتكلم معايا بكل هدوء وبتحاول تقنعني إن أنا أوافق وإن ليا حق الاختيار في الآخر ومحدش هيجبرني على أي حاجة. ومن كتر ما أنا متردد بدأت أتمشى وألف في الأوضة وأفكر هتصرف إزاي وأوافق وأنا لأ، وعيني جت على كل الأجهزة والآلات اللي حواليا وشلنوا تفكيري جدا من كتر تطورهم. ولما سألتها ده هيحصل إزاي ضحكت وقالت: مش زي البشر خالص، وإن الحاجات دي هتخلص في المختبر بكل سهولة. وبتشرح لي إن العلم عندهم متقدم جدا ويقدروا يعملوا طفل جيني في وقت قصير من غير ما يبذلوا مجهود ومن غير أي غلطات. وساعتها بدأت أفكر تاني في حياتي القديمة والعالم بتاعي، ولما سألتها: طب هقدر أرجع تاني للأرض إزاي؟ قالت لي إن مع كل المعرفة والعلم اللي هيكون عندك أنت مش هتحب أساسا تخرج من هنا وهتقرر تفضل هنا بمزاجك. وفجأة قربت مني ومسكت راسي بإيديها وحسيت
بحرارة كبيرة جدا في دماغي وبدأت أشوف علوم كتيرة وغريبة، وقالت لي فجأة أنا مش عايزة أعرف ردك دلوقتي، خليك شوية وتعرف علينا وبعدين قرر. والغريب إن أنا شفت في عينيها حنية وحب عمري ما شفتهم. وقبل ما تمشي قلت لها بصوت عالي فجأة أنا هفضل هنا خلاص، بس مش هقدر أوعدك بأكتر من كده في الوقت الحالي. فقربت مني تاني وهي مبتسمة وأسنانها الغريبة باينة، بس المرة دي أنا ما كنتش خايف منها، بالعكس خالص دي كانت بتجذبني ليها أكتر. وبعدها بدأت توريني العالم بتاعها بالكامل، وكل مرة أتصدم أكتر وأكتر. بعد كده خصصت لي أوضة كبيرة جدا، والجو بتاع الأوضة كان بيتكيف معايا وبيتغير حسب ما أنا عايز بالظبط، وحتى لما بكون نايم كان بيتكيف حسب احتياج جسمي في الوقت الحالي. والوضع كان غريب جدا عليا وما كنتش قادر استوعبه. وعينت شالا حارس شخصي ليا يفضل معايا اسمه تاسكا، وده باين عليه انه قوي جدا. وبالصدفة عرفت منه انه عالم متخصص في دراسة الثقافات البشرية وطبيعة الحياة بتاعتهم، وبيراقب كمان البشر من قرون طويلة، وبياخدني يعرفني على الحدائق السرية بتاعتهم وانواع النبات الغريبة. وفجأة سألته ايه عمر الشباب بالنسبة لكم؟ واتصدمت جدا لما قال لي حوالي 200 سنة، وإن العمر في الوقت ده هو عمر الشباب لأنهم بيقدروا يعيشوا لأكتر من 1000 سنة، وإن زمان أجدادهم كانوا بيعيشوا أكتر من كده بكتير جدا، بس مع الوقت أعمارهم قلت جدا. وفي طريقنا شفنا مجموعة منهم بيلموا نوع من الفاكهة بينور بطريقة غريبة، وسألتهم ساعتها إزاي قادرين يعيشوا في المكان ده وإزاي كمان بيوصلوا الطاقة لجسمهم، وفهمت إن الفاكهة دي هي اللي بتديهم الطاقة زي الأكل عندنا بالظبط. وبعدها أخدني تاسكا لحديقة تانية وشفت فيها وفهمت إن دول مجموعة اسمها حصادات الطاقة الحرارية الأرضية، وإنهم بياخدوا الطاقة من نواة الأرض وبتتحول عندهم لطاقة عادية. وكمان عرفت إنهم بياكلوا كميات قليلة جدا عكس البشر. ومع الأيام بدأت أتعلم وأعرف حاجات كتيرة جدا، وإنهم متقسمين مش لطبقات زي البشر، لا دول بيعتمدوا على التخصصات والكفاءة، وكل واحد فيهم بيشتغل في المكان المناسب لقدراته الطبيعية. وعلشان شعلها أكتر واحدة عندها لياقة فيهم فهي الملكة بتاعتهم، وده كمان لأن العيلة بتاعتها هي الأكثر نقاء فيهم. ولاحظت مع الوقت إن عدد الشباب قليل جدا، وإن معظم اللي حواليه يا إما كبار يا إما شيوخ. وفهمت إن كل كلام شالا صح، وإن عندهم مشكلة كبيرة في الخصوبة وعددهم قليل خالص. وفي اليوم السابع دعوني علشان أحضر معاهم طقوس معينة اسمها قلب شيبالبا، وبيعملوها في مكان موجود في أعمق جزء في المدينة. وهناك لقيت كل الناس بتاعهم واقفين حوالين بلورة بتنور بطريقة مرعبة وبيكون طالع منها ضوء أخضر ساطع، وبتقف شالا قدامهم لابسة فستان مختلف وبترفع إيديها وبتشاور بطريقة معينة علشان يبدأوا الطقوس. وبالرغم إني مش فاهم أي حاجة من اللي بتتقال بس كنت حاسس بيهم جدا. وفجأة بيظهر صوت من قلب البلورة وبيعمل صدى في المدينة كلها وكأنه استجاب للطقوس بتاعتهم. ولما بيخلصوا بتقرب عليا شالا ومعاها واحد غريب وبتقول لي ده إكسن، وده عالم الوراثة الأكثر ذكاء هنا في المدينة. وبيبدأ إكسل يبص عليا ويحللني ولا كأني واقف، وبيقول لها إني مناسب جدا ونسبة التوافق حوالي 80%، ودي أعلى نسبة وصل ليها لحد دلوقتي. واتضايقت جدا لما وصفني بالعينة وكأني مش إنسان أصلا. وعلشان ما اتعصبش اتحكمت في نفسي وقلت لشالا لو عايزاني أوافق لازم أفهم كل حاجة الأول بالتفصيل من غير ما تخبوا عليا أي حاجة خالص. فردت عليا بهدوء كالعادة وقالت لي بكرة إكسن هيوريك المعمل بكل تفاصيله وهيشرح لك كمان كل حاجة بطريقة تقدر تفهمها. ولما إكسن مشي فضلت مع شالا لوحدنا في مكان بيطل على المدينة كلها. وبصراحة ما انكرش عليكم المنظر كان ساحر جدا ومش طبيعي. وساعتها ركزت في شكل العمارة الرهيب والذكاء اللي معمول بيها، وكأن المدينة فعلا كائن حي وبينبض فعلا. وحبيت أعرف منها إيه الطقوس اللي كانوا بيعملوها دي، فشرحت لي إن دي وسيلة بتخليهم يفضلوا على تواصل مع الأرض والكوكب كله طول الوقت. وشرحت إنهم بيحبوا التواصل جدا ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة لهم، وكمان حياتهم مليانة بالغموض ومع الوقت هحبها وأتعود عليها. وسألتني أول مرة فكرت في العرض بتاعي وأنا لسه، وبعدها بصيت لي المدينة وأخدت نفس عميق جدا وقلت لها إن ده قرار مصيري لأنه مش هيغير حياتي وبس، لا ده ممكن يأثر على الجنسين بشكل كبير خالص. ولما قالت لي طب افرض الاتحاد ده هيكون في صالح الطرفين، وساعتها بصيت لها بكل وضوح وسألتها ليه أنا، وجد اخترتيني لأن الحمض بتاعي مناسب بس ولا في سبب تاني مخبيه عليا؟ وللمرة الأولى لقيتها بتبص بعيد عني وباين عليها مخبيه حاجة فعلا وبدأت تتوتر. وفجأة قالت لي تعالى معايا في حاجة لازم تشوفها بنفسك قبل ما تاخد قرارك. بعد كده أخدتني لممرات كتيرة جدا وأعمق من اللي فاتت بكتير خالص، والغريب إن حتى ما كانش في أي حراس زي باقي المدينة ولوحدهم تماما في الطريق ده. وأخيرا وقفنا قدام باب مقفول برموز معينة وبيفتح أول ما شعلة
بتلمسه بايديها وبتتفاعل الرموز معاها في ثواني وكأنها جزء منها، وبيظهر وراه أوضة على شكل دايرة وبيعدوا منها وبيلاقوها متبطنة بأحجار غريبة عاملة زي كبسولات. وأول ما قربت منهم حسيت إن نفسي بيروح وكأن في حاجة بتتحرك حواليا ومش شايفها بعيني، واتصدمت لما شفت قدامي مثله غريب وباين جدا إنه هجين، وده لأنه ما كانش بشري ولا حتى واحد منهم، وجلده بيكون واقع وشكله صعب خالص ومش قادر يتحرك من كتر المرض والتعب. وسألتها وأنا مرعوب إيه ده وشكله عامل كده ليه، ومع إنه كان عارف الإجابة بس كان بيكذب نفسه. سألت له إن دي المحاولة اللي فاتت ليهم وفشلت للأسف، وصوتها باين فيه الخوف والقلق، وبتشرح لي إنهم بيجربوا بقالهم قرون وكل مرة التجربة بتفشل وللأسف الهجين بيموت، وكل الكبسولات اللي حواليه دي تجارب قديمة على مر السنين، وجزء منهم شكلهم كان صعب جدا ومشوه وما قدرش يتأقلم مع الاختلاط ده، أما الجزء التاني فاتجمد ومات في ساعتها. فسألتها باستغراب انت ليه بتقولي لي كل ده؟ فقالت لي لاني حسيت بشفقة وصعبت عليا بصراحة، وده لانك لازم تعرف الاول كل اللي ممكن يحصل قبل ما تاخد القرار ده، ولازم تعرف حجم المخاطر اللي ممكن تتعرض لها، وطبعا احنا ما نقصدش كل ده وكل همنا اننا ننقذ النسل بتاعنا من الانقراض. وساعتها سألت نفسي يا ترى دول حاسين بأي ألم والله خلاص ماتوا؟ فلقيتها بترد عليا وبتقول لي لا، لان دماغهم مش متطورة بالكامل وعلشان كده ما حدش قادر يحس بأي حاجة خالص، وده لانهم ما عندهمش وعي ولا ألم ولا أي حاجة، وبتقول إننا محتفظين بيهم من باب الاحترام مش أكتر. فسبتها وفضلت ألف في الأوضة شوية وأتفرج على كل الجثث اللي حواليا وأفكر هتصرف إزاي بعد ما خلاص كنت هوافق. وعلشان تفهمني أكتر قالت لي إن معظم الناس دول كانوا متطوعين وهم اللي اختاروا من غير أي إجبار على التجارب دي، وكان كل اللي بيفكروا فيه المعرفة والتكنولوجيا اللي هيوصلوا لها بعد ما التجارب تخلص، والباقي جم هنا محطوفين من شوية جهلة في العصور اللي فاتت وما كانش ليها دخل هي وأسرتها باللي حصل زمان، وده لأن في جزء منهم كانوا شايفين إن البشر ما يستحقوش الحياة أصلا وإنهم مجرد مورد زي أي حيوان في الأرض. لكن لما مسكت الحكم حاولت أغير كل المفاهيم دي، وفعلا عملت تغيير كبير جدا في المدينة بالكامل، وشفت في الوقت ده واحد شكله مختلف عن الباقي، وقبل ما أسألها عنه قالت لي إن اسمه كالب، ودي أكتر تجربة نجحت في الاكتمال، ولكن للأسف مات برضه في الآخر، وده كان مستكشف بريطاني وفضول جدا تجاه العلم وأي حاجة ممكن توصله لأي علم جديد، وقدر يعيش حوالي 20 سنة ودي أكتر مدة هجين يعيشها، لكن جسمه ما استحملش التحول ده ومات في الآخر زي الباقي. فحاولت أمسك نفسي بصعوبة كبيرة وسألتها عدى قد إيه على اللي حصل، فجاوبت اتشالة إن آخر تجربة كانت من 87 سنة، وساعتها فضلت واقف ساكت شوية كده ومش عارف أقول إيه. فقالت لي إنهم طول السنين اللي فاتت دي بيحاولوا يعرفوا الغلط فين ويحسنوا الدراسة بتاعتهم أكتر علشان تنجح المرة الجاية، وبتعرفوا إنهم درسوا الجسم البشري أكتر من الأول بكتير، والمشكلة اللي قابلتهم إن الجسم البشري كل فترة بيتغير وبيتقدم بطريقة غريبة ومش ثابت على حاجة معينة. ولما وصلنا لآخر الأوضة شفت كبسولة كمان بس فاضية وطالع منها ضوء عالي خالص، وفهمت إن دي الكبسولة بتاعتي وجاهزة كمان علشاني، وطبعا عرفت إنها أكيد دلوقتي مستنية الإجابة بتاعتي. فسألتها بكل وضوح إيه اللي يخليني أوافق بعد كل اللي شفته ده، ومش جايز يحصل زي كل مرة وأموت في الآخر زي اللي ماتوا. فبدأت تقرب مني وحاولت تهديني وتتكلم بالراحة، وصرحت لي إن المرة دي مختلفة جدا عن كل مرة فاتت، وده لأن الجين بتاعي مش زي الباقي وأكتر جين متطابق معهم، وكمان جسمه قدر يتحمل البيئة بتاعت الغابة بشكل كبير ومخيف، ودي بصراحة حاجة خلتهم يثقوا في التجربة أكتر وأكتر. وكمان عنده طفرة جينية نادرة جدا ومخليها مناسب، وأكتر حاجة خلتها حابة الاتفاق ده يتم إن أنا أول شخص بشري يجي هنا وما يكونش ليه أي غرض منهم، ولو وافق هيكون صادق تماما ومش بيخدعهم زي اللي فاتوا علشان مصلحتهم. وقالت لي أنا مش عايزاك مجرد متبرع جيني يا ماركوس، أنا عايزاك نكون عيلة مع بعض وتشارك معايا معرفتك البشرية وطيبتك وإرادتك مقابل المعرفة بتاعتنا وعلمنا الواسع والتطور الجيني بتاعنا المختلف عن البشر. وأكدت لي إنها دورت كويس جوايا وعرفت إن أنا شخص طيب وما عنديش أي خدع في حياتي، وإني أكتر إنسان شافت فيه الطيبة والحنية من جواه. وساعتها لقيت نفسي بقول طب ليه أخاطر أصلا، وليه أنتوا ما تتقبلوش الأمر الواقع وإن خلاص وقتكم في الحياة انتهى. وساعتها ردت عليا بنفس الطريقة وقالت وإنت لو بإيدك تمنع انقراض البشرية هتقف تتفرج ولا هتحاول تنقذها؟ وقالت إن الموضوع مش مجرد بقاء وبس، وإن التطور مهم جدا في الحياة ولازم يجازف. فبصيت تاني لكل الجثث اللي حواليا وفكرت في الفشل اللي وصلوا له كل مرة، وبصراحة خفت أوافق يكون مصيري زيهم في النهاية، وقلت لها إن الموضوع صعب جدا وفعلا محتاج تفكير من الأول تاني ولازم آخد وقتي قبل ما أرد عليكي. وفعلا تفهمت وضعي وقالت لي خد الوقت اللي تحبه وبراحتك خالص ومحدش هيضغط عليك في أي حاجة. وفجأة قبل ما نمشي قالت لي على فكرة مش أنت المرشح الوحيد للتجربة دي،
وساعتها اتصدمت جدا وسألتها ليه كده، هو في بشري تاني غيري؟ فردت واكدت انهم مختارين ناس تانية ولو انا رفضت هتجرب معاهم بالدور لحد ما تلاقي حد يوافق. وساعتها حسيت انها بتهددني، ولما سألتها قالت لي لا انا بس بقول لك الحقيقة بالكامل، واكدت عليا ان انا المرشح الاهم ليهم وهتفرح جدا لو وافقت ان انا اتعاون معاهم. وبعدها اخدتني وخرجنا من الاوضه في صمت من غير ما حد فينا يتكلم مع التاني، وفضلت افكر في صور الجثث اللي مش راضيه تخرج من دماغي بعد ما اتحفرت فيه. وبعد ما كان القرار الصعب بقى اصعب بكتير من الاول ومش عارف افكر اصلا. ومع الايام الحيره زادت جوايا وبقيت هادي وساكت طول الوقت من كتر التفكير، وقضيت وقت طويل جدا محبوس في الاوضه ومش حابب اخرج منها خالص. وقضيت وقت بقرا في النصوص القديمه اللي موجوده في المكتبه بتاعتهم وبتعلم اكتر عن حياتهم. وطول الوقت تسكا كان معايا وبيرشدني وبينصحني وبينقل معلومات ليا عن الحاضر والمستقبل كمان، ووراني كمان صورة ثلاثية لتكوين الإنسان في الحضارات القديمة، وعرفت حاجات حتى الأساطير ما قدرتش توصل لها وتتكلم عنها. وطلع إن التاريخ بتاعنا ده ملوش حدود أصلا. فسألته وأنت بقى ساعتها كنت موجود ولا لأ؟ فقال لي انه ساعات كان بيراقب البشر في الوقت ده وساعات لا على حسب الاوامر اللي جايه له، وانهم عملوا تجارب كتيره جدا علشان يحللوا سلوك البشر ويقدروا يفهموا اسلوبهم في الحياه ولقوا ان الوضع معقد جدا. واكد لي انه كان بيتفرج عليهم من بعيد وعمره ما اتدخل ابدا في حياتهم لان تدخله ممكن يعمل مشاكل كبيره والوضع يخرج عن السيطره لو كل البشر عرفوا بوجودهم. ودلوقتي بعدوا عن البشر خالص وكل اللي بيفكروا فيه ازاي ينقذوا الجنس بتاعهم من الانقراض. وحاولت اعرف منه معلومات اكتر عن كل حاجه، وفعلا كان واقف معايا طول الوقت وبيتعامل كأنه صاحبي وبشري زيي. وبعد كام يوم وانا قاعد بقرا في المكتبه كالعاده ظهر اكسل فجاه وقال لي بكل صراحه باين عليك بتحاول تبعد عن المختبر على قد ما تقدر. وعلشان كلامه صح قفلت الكتاب اللي قدامي وبدات اركز معاه اكتر، وجاوبت من غير لف ودوران وقلت له ان انا فعلا بعمل كده لاني شايف جدا اخد قرار في الموضوع ده. والغريب بالنسبه لي كان رده، لانه قال لي ان ما عندهمش رفاهيه الوقت وان حياه نسلهم كلها في خطر وبين ايديا، وان اشر طفل اتولد هنا كان من حوالي 27 سنه، وده طبعا لان مشكله الخصوبه كبيره جدا جدا. وقال لي تاني ان مشروع الطفل الهجين هو اخر امل بالنسبه لنا، واننا جربنا كل الطرق اللي ممكن تيجي في بالك وكلها فشلت في الاخر. وقرب مني فجاه وهو بيتكلم وحسيت قد ايه هو تعبان وزعلان من صوته. والغريب انه همس في ودني بجمله هي اللي قلبت كل الموازين بالنسبه لي، وشرح لي ان اكبر سبب في اختيارهم ليا هي شعلة، وان في حاجه اكيد رفضت تعترف بيها. ولما سالته باهتمام ايه هي الحاجه دي رد بالاجابه اللي كنت خايف منها، وهي ان شعلة لاول مره طول حياتها اللي بقالها 300 سنه تحب بشري، وانها كانت بتراقبني من اول ما دخلت الغابه وحاولت تساعدني بطرق غير مباشره اكتر من مره. وقال لي بكل حزم خد القرار اللي انت مقتنع بيه، بس يا ريت ما تتجاهلش النقطه دي وانت بتقرر. وفضلت طول الليل بفكر وعقلي مش قادر يهدى خالص من كتر التفكير، وسهرت لحد الصبح. وفجاه لقيت قلبي مستريح جدا لاول مره من ساعه ما وصلت هنا، ولبست وطلبت ان انا اقابل شعلة، ورحت اقابلها في الحديقه الخاصه بتاعتها، ولقيت هناك انواع مميزه جدا من النباتات البلوريه، وكان باين عليها لاول مره البساطه وكانها واحده عاديه من الشعب وبتتصرف على طبيعتها. وقبل ما اقول اي كلمه لقيتها بتقول لي انت اخدت قرارك صح كده، وكانها عارفه انا جاي اقول ايه بالظبط. وقلت لها قبل ما اقول قراري انا عايز افهم ليه انا بالذات، وهل ده فعلا بسبب جيناتي ولا في حاجه تانية انت مخبيها عليا. وساعتها ترددت تتكلم ولا لا، وفضلت ساكته لوقت طويل لحد ما جمعت شجاعتها وبدات تشرح لي انهم بيعيشوا لقرون طويله، وبسبب ده بيشوفوا انماط مختلفه من البشر وبيقدروا يحددوا جوهر كل واحد فيهم بكل سهوله. وفجاه قالت لي انا لقيت فيك حاجات بدور عليها وعمري ما شفتها ولا في بشر ولا في اي حد في نسلي. وقربت مني اكتر واكتر وقالت لي بصوت هادي وناعم انا لقيت فيك مميزات تخليك تتفاعل مع جيناتنا واختلافنا عنك بكل بساطه وتتقبله كمان، وحسيت ان انت جزء مني. وبالرغم اني مخضوض ومش فاهم اقول ايه ولا اتعامل معاها ازاي، بس كنت متاكد ان المشاعر دي بجد وانها بتقول الحقيقه. وصدمتها لما قلت لها الكلام ان اكسل انهولي، وساعتها بان عليها الخجل والاحراج، وقالت لي ان اكسل بيتكلم كتير جدا وايوه كلامه صح، واني براقبك من فتره طويله جدا وتعلقت كمان بيك. والغريب انها بتراقبني مش من اول ما دخلت الغابه، لا ده من زمان جدا وفي كل مكان بروح عليه. وكملت كلامها وقالت انا لقيت روح مناسبه لروحي لاول مره، ودي حاجه ما كنتش متخيله ان انا هقدر اقابلها ابدا. وبصراحه مش حابه الاتصال اللي بينا ده يروح هدر، ويا ريت تفكر في العرض بتاعك كويس قبل ما تاخد قرار اخير. بعد شويه من الصمت اللي بينا قلت لها انا خلاص اخدت قراري وموافق ولكن بشروط. وساعتها سالتني على طول ايه هي
هي الشروط دي، وكان أهم حاجة بالنسبة لي إن أنا أشرف على العملية كلها من الأول للآخر وما كنش مجرد متبرع كده وخلاص. ووافقت شالا على كل شروطي وقالت لي دي حاجة أصلا تبسطني إن أنت تكون مركز في كل ده. فقلت لها لو العملية دي نجحت أنا عايز أي حد من نسلي يتعامل بطريقة كويسة وما يكونش فيه أي عنصرية بينهم، وكمان كنت عايز يبقى عندي الحرية الكاملة إن أنا أتواصل مع الأرض بمزاجي، لأني مش حابب أعمل أي أذى للناس إن حبيتهم لما يلاقوني اختفيت فجأة. وبالرغم إن الشرط ده بالذات ما كانش عاجبها بس وافقت عليه في الآخر علشان ترضيني. وقربت منها بالراحة وقلت لها أنا عايز الصراحة في كل خطوة من دلوقتي من غير أي لف ودوران، وما يكونش بعد كده في أي سر ما بيننا، ولو عايزين نبني حياة ما بيننا لازم نثق في بعض طول الوقت. فبصت لي ساعتها في عيني وقالت لي إن ده أصعب جزء وأهم جزء وهو الثقة، وهي طبعا موافقة عليه، ومدت إيديها اللي مليانة بالقشور علشان تسلم عليا بما إننا خلاص اتفقنا على كل حاجة. وشفت في عينيها نور غريب لأول مرة وباين إنه الأمل إن كل حاجة تتصلح بسببي. وفكرت ساعتها في القرار اللي أخدته، وإني بالطريقة دي غيرت كل حياتي للأبد وحياة ناس كتيرة جدا ومستقبل عالمين مع بعض. وبعد كام شهر لقيت نفسي عارف كل حاجة في المختبر بالتفصيل وبتعلم المراحل اللي هتحصل علشان العملية دي تتم على أكمل وجه. وبعد فترة قدرنا نعمل هجين وعايز بقاله 8 أسابيع من غير أي مشاكل، وكنت خايف جدا لأن دي المدة اللي بتموت فيها كل العينات تقريبا ومحدش بيعيش أكتر من كده. وكل الفترة دي إكسل كان معايا وقربنا من بعض جدا وبقينا أكثر من الأصحاب، وبيدعمني كمان على قد ما يقدر، وشرح لي إن النتائج بتاعت العينة كويسة جدا ومش زي أي عينة فاتت، وإن الاقتراح بتاعي الأخير أثر في النتيجة فعلا. واستغرب إن مفيش ولا واحد منهم جات له الفكرة دي قبل كده. وساعتها قرب مني وابتسم وقال لي أنت فعلا ذكي جدا. ومع الوقت بدأت أطبق عليهم حاجات أول مرة يتعاملوا بيها، وهي الطابع البشري والإبداعي بتاعنا اللي متعودين عليه، ودي كلها حاجات مختلفة عن الحكمة بتاعتهم في كل حاجة بيعملوها. وفجأة الباب اتفتح ولقيت شعلة داخلة علينا، والغريب إني بدأت أفهم حتى سكوتها ونقط ضعفها وطريقة حركاتها وكأنها فعلا جزء مني. وقربت عليا وسألتني إيه أخبار الطفل، فرديت عليها وأنا ببتسم وقلت لها هي طفلة مش طفل، وسرحت لها إن كل حاجة ماشية تمام لحد دلوقتي ومفيش أي غلط. وفضلت تتفرج على صور الجنين اللي موجودة قدامها وحبت شكلها جدا لأنه مزيج بينهم وبين البشر وكان مثالي وما فيهوش أي غلطة زي اللي فاتوا. وطمنتها وقلت لها أنا متفائل وإن التجربة دي أكيد هتنجح. وسألتهم ساعتها إمتى هننقل الجنين الأوضة التانية، فردت عليا شعلة وقالت إن لسه قدامهم أسبوعين، وطلب إكسل مننا نروح علشان نتكلم مع المجلس وننقل الأخبار بنفسنا. وبعدها بقينا لوحدنا، وشعلة الحب كان باين في عينيها جدا، وقربت مني وقالت لي شكرا لإنك وفيت بوعدك ليا، وكمان لولا فكرتك المشروع كان هيفشل تاني. فردت عليها إن ده مجهود مشترك بينا، وإن علم 1000 سنة على لمسة بشرية مني المشروع قدر ينجح. وفجأة سألتني بفضول فكرت تعمل إيه مع زمايلك على السطح، وده لأنهم فاكرين إن أنت تايه وبيدوروا عليك طول المدة اللي فاتت، والأول مرة بتفتح الطريق ليا وبتعرض عليا أطلع لو عايز. والحاجة الوحيدة اللي كانت مصبراني الفترة اللي فاتت إن إكسل كان عامل لي راديو بتردد معين وبقدر أبعت لأصحابي إشارات تطمنهم على الأقل إن أنا لسه عايش وبخير. فردت عليها بكل وضوح وقلت لها إن أنا حاسس بالمسؤولية تجاه البشرية وإني لازم أنقل كل العلم اللي عرفت ليهم، وده لأنه أكيد هينقل الحضارة بتاعتهم لمكان تاني خالص. والغريب إن أنا اتعلقت بالجنين وكأنه ابني الحقيقي ومش قادر أبعد عنه خالص وحاسس بالمسؤولية برضه تجاهه. ولما لقت إن أنا محتار قوي كده قربت مني وقالت لي مش جايز نلاقي طريقة ندمج بيها العالمين من غير ما حد مننا يضحي بأي حاجة. وأخدت بالي لأول مرة إني ما بقتش شايفها زي الأول وإني اتعودت على كل حاجة فيها، وفكرت إن بنتي لما تكبر هتكون فيها شبه منها وواخدة صفات كتير مني، وده أكبر مثال إن ممكن يجمعوا بين العالمين ويعيشوا كلهم في سعادة. وأخدتها وفضلت واقف شوية قدام الجنين وبفكر لحد ما قلت لها إن أنا هفضل معاكو على الأقل يعني لحد ما تكبر شوية وبعدين نفكر هنعمل إيه. وشفت الفرح في عينيها وتصرفاتها وكأنها كانت مستنية مني الرد ده وخايفة أمشي وأسيبهم. ومرت الأيام وكملنا مع بعض وتعلقنا ببعض أكتر وأكتر، والجنين كل يوم بيكبر عن اليوم اللي قبله وفرحتنا بتزيد. وفكرت إزاي كل ده بدأ لما دخلت الغابة علشان أجمع شوية نبات يفيدوا المرضى، وفي المقابل اكتشفت حضارة كاملة مخفية وعرفت أسرار كتير جدا تقدر تفيد البشرية كلها مش بس المرضى. وبقيت بعرف أتواصل معاهم وأنا ساكت وبفهم كل الحركات بتاعتهم، وحتى الطبيعة من حواليهم بعرف أتعامل معاها زيهم بالظبط. ودلوقتي بقيت عايش تحت الأرض في الأعماق مع نسل غريب ما كنتش أتخيل إنه موجود غير في الأساطير وبس. وحسيت إني مع شعلة بكتب عصر جديد لحياة كاملة لجيل وسط بين البشر ونسلها، وهيقدر يتحدى كل الأمراض اللي في الدنيا وحياته هتكون أسهل بكتير من الجنسين. وفي الآخر الجنين بيكبر والتجربة بتنجح لأول مرة. ولحد هنا بتنتهي أحداث قصتنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات جديدة. سلام.